بصي بصي بص على الحلاوة، بص على الشقة. كل صورة وفيديو ليها بشكل مختلف، مرة تكون شبيهة لياسمين صبري، مرة تانية تشبه لريم طارق طليقة حسن شاكوش، ويمكن لو دققت فيها أكتر تطلع منها شبه تالت. ده جزء بسيط جدا من اللي بيتقال على الميك اب ارتست السعودية شيماء وليد. حكاية شيماء مع المشاهير المصريين، والأهم حكايتها مع عمليات التجميل اللي بيتغير شكلها كل شهر. كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. ده جزء بسيط جدا من اللي بيتقال عن الميك اب ارتست السعودية شيماء وليد. قدرة فائقة لنجمة الميك اب ارتست السعودية شيماء وليد انها تظهر كل فترة بشبه شكل. يقال ان الشهور اللي فاتت البنت ظهرت وكانت اقرب في الشبه من الفنانة المصرية ياسمين صبري، نفس ملامح الوجه، نفس شكل الشعر وستايله، دي حتى الملابس شبه ياسمين جدا، ويمكن تكون كمان من نفس الماركات. الشبه الكبير ده زاد من شهرة الميك اب ارتست السعودية، وكتير من جمهور السوشيال ميديا بقى بيتابعها لقرب الشبه بينها وبين ياسمين صبري. الاكتر من كده انه يقال ان في عرسان كتير مصريين وخليجيين حاولوا يتقدموا ليها، وده لشبهها من ياسمين صبري وستايل ياسمين صبري. ياسمين نجمة كبيرة وشهرتها الكبيرة في الوطن العربي خلت الكل نفسه يقرب منها او من اي حد شبهها. يقال برضو رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة لو شاف الاتنين قصاد بعض ياسمين صبري وشيماء وليد مع بعض فهو ممكن يلخبط بينهم. ده رأي عدد من جمهور السوشيال ميديا، وبرضو عاوزة اعرف رأيكم في التعليقات، شبه بعض ولا لا؟ المهم ان الشبه الغريب ده للبنت السعودية ما وقفش بس عند ياسمين صبري، ده في اللي شاف ليها صورة من فترة قال وقتها انها تشبه اكتر لريم طارق طليقة حسن شاكوش. وقتها برضو كانت نفس ملامح الوش ونفس الابتسامة ونفس اسلوب اللبس، كل حاجة تقريبا كانوا شبه بعض. التغيير المفاجئ في الشكل ده خلى عدد كبير من الجمهور يقول ان البنت السعودية هي اللي قصدها تعمل كده، وفي اللي قال انها عملت كده عن طريق الميك اب، بتستخدم يعني بشكل جيد جدا الميك اب، وهي عندها القدرة انها تعمل فيه اللي هي عايزاه. فبرضه في اللي قال انها بتعمل كده عن طريق عمليات التجميل المحترفة جدا، شوية تعدل في شكل الخدود وشوية في شكل الشفايف، ومع الكريمات الشهيرة بتغير شكل بشرتها كمان. اما بالنسبة للاسنان فهي اسنانها كده مهتمة بيها على الاخر، يعني مش محتاجة اي حاجة فيها علشان تبرز جمالها ولا شكلها الحلو. شبيهة ياسمين صبري ليها علاقات بفنانين كتير وعملت مكياج ليهم، ومش في مصر بس، ده كل الفنانين في الوطن العربي. هي مشهورة بس محدش قبل كده لاحظ الشبه ده، واللي ظهر جامد في فيديو مكياج سوسن بدرة واللي حصل بعدها. شيماء وليد عملت مكياج للفنانة هنا الزاهد ودانييلا رحمة وخديجة بن قنة ودانيا الشافعي وخيرية أبو لبن ولوجين عضاضة وغيرهم كتير، سواء عرايس أو مرافقين ليهم، كمان رائدات الأعمال اللي ليهم بصمة في المملكة بشغلهم وأعمالهم. في النهاية انتم ايه رأيكم في التغير اللي بتظهر بيه البنت السعودية؟ ايه رأيكم في قرب شبهها بياسمين صبري وريم طارق؟ ومين بالظبط دكتور التجميل اللي قدر يعمل فيها كل ده؟ هل العمليات دي كانت من المنطقة العربية هنا ولا في الخارج؟ اللي يعرف فيكم وعنده معلومة ياريت يكتبها لي في التعليقات.